هاي جماعة. النهارده يا جماعه انا عامله لكم فيديو محدش طلبه مني خالص، وما اظنش ان حد ممكن يطلبه مني برضو. وفعلا هي فكره محدش ممكن يكون مهتم بيها الا انا، بس حابه اشارككم اهتماماتي برضو. فبليز اللي مهتم على الاقل بيا، عشان ما عنديش حد يهتم بيا. النهارده يا جماعه عامله لكم بوك هول او مشترياتي في الكتب. انا ليه بتكلم كده؟ يعني الكتب الجديده اللي انا اشتريتها. فبوك هول اليومين دول يا جماعه انا بقيت بقرا كتير قوي. في اليومين اللي فاتوا قريت 3 كتب. لو فاكرين الفيديو اللي انا كنت بعمل فيه البوسترز، وريتكم برده كتاب انا كنت بقراه ساعتها، او كتاب كنت لسه مشترياه، وهو فين اخويا؟ كتاب اخويا، كتاب ذا شاينينج. مش باين اهو، ذا شاينينج. ذا شاينينج ده يا جماعه كتاب بتاع كاتب مشهور قوي اسمه ستيفن كينج. ستيفن كينج ده عامه بيكتب حاجات رعب، وانا كنت هموت واقرا الكتاب ده، لان انا كنت شفت الفيلم بتاعه من سنه تقريبا، والفيلم كان مرعب جدا. فجيت اقرا الكتاب، والكتاب الحمد لله عجبني، مع انه ما فيهوش حاجات كتيره كانت في الفيلم، بس هو عجبني وكان يعني قوي كده. وده كان اول كتاب اقراه من فتره ما كنتش بقرا فيها، او هو اكشلي تاني كتاب اقراه. انا كنت قاريه كتاب قبليه، بس كتاب كان اونلاين فما بحسبوش ما بحسبش كتب الاونلاين. فده الكتاب اللي انا قريته مؤخرا، فالموضوع عجبني. وبعدين رحت ديوان اشتريت كتب تانية، ومش عارف ايه اشتريت كتب تانية، ومش عارف ايه ف هوريكم النهارده الكتب اللي انا اشتريتها. قبل ما اوريكم الكتب اللي انا اشتريتها بعد ذا شاينينج، هوريكم الكتب اللي انا اشتريتها قبل ذا شاينينج. ذا شاينينج وقع. الكتب اللي انا اشتريتها قبل ذا شاينينج اشتريتها وقلت انا مش هقرا منهم ولا واحد غير لما اجيب ذا شاينينج، والحمد لله جبت ذا شاينينج وقريت ذا شاينينج، وبرده ما قريتش واحد منهم. الكتب هي كتاب ستيفن كينج، برده نفس الكاتب بتاع ذا شاينينج، اسمه ذا جيرل هو لافد توم جوردن. انا جبته عشان هو بتاع ستيفن كينج، والراجل قال لي الكتاب ده يعني سجستهولي بتاع مثلا 3 مرات، فانا قلت لازم اجيبه طالما الراجل قاله بتاع 3 مرات، والراجل كان مثقف قوي. قلت طب هو يقول كتاب انا ليه ما اجيبوش؟ مش فاهمه. فقمت جبت الكتاب ده، جبت ذا 3 ماسكيتيرز. اكيد عارفينه يا جماعه، ده درس في مدرسه كتير قوي. ذا 3 ماسكيتيرز ده اللي هو مش عارف ايه، وانجلترا وكينج مش عارف بتاع. فقلت اجيبه واشوف هو فعلا يعني كان يستاهل ان احنا ندرسه، ولا هل فعلا كتب المدرسه بتختارها بتبقى كتب وحشه. فقلت اجيب ذا 3 ماسكيتيرز وتوم جوردن ده واقراهم، بس انا ما قريتهمش طبعا، بس هو دي جزء من الهول لازم اوريه. الكتب بقى يا جماعه اللي جبتها بعد ما قريت ذا شاينينج، او بعد ما اشتريت ذا شاينينج، هم كتب كتير قوي. فهنبدا باول كتابين اشتريتهم. بس يا جماعه اول كتابين اشتريتهم بعد ذا شاينينج هم دول. اوكي، هم صغننين قوي والاتنين قريتهم. ده اسمه بصوا يا جماعه، القصه دي صغنونه قوي كده. دول بيبقى بكولكشن اسمهم ليتل بلاك كلاسيكس بتاعت بينجوين. دول اللي هم يعني شركه طباعه او كتب كبيره قوي يعني، فدول كولكشن، وده واحد منهم. تمام، اسمه ذا تيل تيل هارت بتاع واحد اسمه ادجر الان بو. ده واحد يعني راجل، يعني بجد راجل معقد قوي وانا بحبه. والبتاع ده تحفه بجد، بالذات اول قصه فيه. هما فيه 3 قصص بتاع تحفه. القصه دي تحفه، اول قصه تحفه بجد، عظيم، بموت فيه. فجبت القصه دي لان انا يعني كنت شايفه قريت حاجات قبل كده عن ادجر الان بو، وقلت لا هجيب بقى قصصه وبتاع، وبعدين طنشته وبتاع، فقمت اجيبه بقى. وجبت القصه دي مشهوره قوي اسمها ذا جريت جاتسبي بتاعت اف سكوت فيتزجيرالد. اف سكوت فيتزجيرالد. دي قصه مشهوره قوي برضو، وقريتها امبارح، خلصتها كلها. هي يعني مش عايزه اقول انها وحشه، هي مش وحشه خالص، هي يعني اصل الفيلم يا جماعه ما عجبنيش، فانا مش طب بصوا، هي مش وحشه، هي حلوه. اقروها عشان تبقوا قريتوها، عشان تبقوا انتوا اسمكم قريتوا ذا جريت جاتسبي.
غير كده انا مش شايفه لها اي معنى تاني غير انها قصه ممله ولا مش عارفه. ماشي، وانا اسفه يا جماعه على ارائي. بعد ما اشتريت الكتابين دول ما هبطتش بقى، لا جبت كتابين كمان. اكشلي جبت كتابين كمان. جبت ده، وده بصراحه شكله جامد جدا، اسمه 1984 بتاع جورج اورويل، ده واحد مشهور قوي. والقصه يعني شكلها انترستنج قوي، بس انا خايفه اقراها عشان حاساها هتبقى مخيفه، او مش مخيفه بس كومبليكيتد، او انا مش قادره حاجه كومبليكيتد. والبتاع مقطوعه، يعني انا جايباها من المفروض ديوان، بس هي مقطوعه من قدام، يعني معرفش ايه العبط ده. وجبت دي القصه دي اسمها From Cairo to Tel Aviv، قريت منها مثلا صفحتين 3. القصه دي بجد انا عايزه اقراها عشان انا عندي فضول رهيب اعرف عن الحاجات دي. بس بعد ما جبت الكتب دي من ديوان يا جماعه، تاني يوم رحت مكتبه الشروق في امريكانا بلازا وجبت كتابين كمان عشان انا ما بهمتش. جبت دراكولا ده يا جماعه، اللي ما يعرفوش هو فامباير مشهور قوي، من اشهر الفامبايرز. ده الفامباير اللي بيخاف او اللي بيموت من التوم. بصراحه انا كنور انا كنت يعني عمري ما فكرت ان انا هقرا حاجه ليها علاقه بالفامبايرز ما تكونش توايلايت او ذا فامباير دايريز. حرفيا ده يعني يا جماعه ده الاوجي، يا جماعه ده الاوجي فامباير. قلت اجيبه ليه لا، وبعدين حسيت اللي هو انا فوت الهالوين، انا ليه ما كنتش بقرا في الهالوين بجد. بس جبت ايه تاني من الشروق؟ جبت الكتاب ده The Wizard of Oz، دي قصه مشهوره قوي والفيلم بتاعها برده كان مشهور، وانا كان عندي فضول بصراحه اقراها. والفكره ان القصه دي فيها صور، الموضوع غريب يعني. انا مش عارفه، انا كده احس نفسي مش مثقفه لان انا بشوف صور، ما اعرفش، حسيت كده. وفي نفس الوقت انا عندي فضول اقراها عشان هي برده قصه مشهوره قوي، عايزه بعد ما اقراها اشوف الفيلم. قبل بقى يا جماعه ما اجيب الكتب من مكتبه الشروق، وقبل ما اجيبهم من مش عارف ايه، اول ما جبت ذا شاينينج طلبت اوردر من بيج كده على الانستجرام اسمها كيف بوك ستور، 5 كتب. واحده صاحبتي جابت 5 كتب تانية، فعملنا الديل مع بعض وقلنا هنقسم الفلوس وبتاع، وجبت 5 كتب غير اللي انا وريتهم لكم. فانا حطاهم كلهم يا جماعه في شنط الديوان لان دول الوحيدين اللي كانوا موجودين. اوكي، فال5 كتب عندنا Little Women دي قصه مشهوره قوي، قديمه يعني، كلاسيك يعني. وانا لما كنت بتفرج على فريندز، ريتشل وجوي دول 2 في فريندز، ريتشل وجوي بدلوا مع بعض. هي كانت بتقرا ليتل ويمن، او هي بتحب ليتل ويمن، وهو كان بيقرا ذا شاينينج، فهي قالت له انت اقرا ليتل ويمن وانا هقرا ذا شاينينج، وهما الاثنين عجبهم القصتين قوي. فانا بدات بذا شاينينج وقلت اجيب ليتل ويمن عشان ابقى اقراه. في الموضوع كيوت قوي يعني، فريندز تقريبا خلاني اقرا نص الحاجات. جبت الكتاب ده بقى كتاب مشهور على تيك توك، يعني ده كتاب مشهور على تيك توك، والباقي كله ده مش مشهور على تيك توك. انا مش عارفه كنت يعني بحاول اعمل ايه في حياتي، بس هو ده. وجماعه انا طلبت 5 كتب كمان من بيج من كام يوم، من امبارح سوري، طلبت 5 كتب تانيين. فان شاء الله لما يجوا ابقى اعمل لكم هول لو الهول دي عجبتكم يعني. الكتاب ده اتعمل عليه فيلم جامد قوي اسمه ذا دافنشي كود بتاع توم هانكس، والفيلم يعني الفيلم انا مش شفتوش، فعايزه اشوف اقرا كتاب بعد كده اشوف الفيلم. والكتاب اصلا المفروض ان هو مصنف ثريلر، يعني اللي هو ميستري حاجه كده يعني، وانا بحب الحاجات دي فقلت اجيبه. بص الكتب قد ايه. كتاب كمان وهو Turtles All the Way Down بتاع جون جرين. جماعه اللي يعرف فيلم The Fault in Our Stars، يعني ده اصله كتاب، والكتاب كاتبه جون جرين، هو نفس الراجل اللي كتب دي. انا قلت اقرا دي الاول، لو حلو هقرا The Fault in Our Stars. ليه؟ لان انا ما بحبش The Fault in Our Stars، او ما بحبوش يعني، ما بحسوش فيلم عظيم، فما اعتقدش ان القصه تبقى عظيمه. فقلت اجرب دي، لو طلعت حلوه اقرا The Fault in Our Stars. دي حاجه بقى في دماغي بتخليني ايه، ما اقراش الحاجه المشهوره، او ما اعملش اتفرجش على الفيلم المشهور واشوف الحاجه اللي مش مشهوره بتاعه الكتاب، عشان صعب عليا. قلت طب القصه دي يعني مظلومه جنب ذا فولت ان ستارز، يعني يا ترى القصه دي حاسه ايه دلوقتي. اخر قصه يا جماعه جبتها من البيج دي قصه انا بادئه فيها برضو، هقول لكم في الاخر ريفيو عن ذا شاينينج، ما اديتكوش ريفيو كامل في الاول. بصوا To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird ده اتعمل برضو فيلم مشهور قوي، او مش مشهور قوي، هو مش مشهور خالص، هو انا بفتي، بس القصه مشهوره جدا واتقالت في كذا فيلم، فانا قلت ليه ما اقراهاش يعني،
موضوع فن. والكاتبة اسمها هاربر لي، وانا ببسط لما يبقى واحدة اللي كاتبة الكتاب، بحس ان ايه ده فيمينست قوي كده، فاهمين؟ بس دول الكتب هقول اعدهم لكم دلوقتي حالا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هموت واقرا ده 10 11 12 13 يا لهوي 14 يا لهوي يا جماعه، دول 14 كتاب انا جبتهم. لو حابين ان انا اعمل لكم شورتس لما اخلص كل كتاب الريفيو بتاعه قولوا لي. وقررت ابدا ب ذا شاينينج. برضه يا جماعه اقول لكم ان انا مش بقرا كتير جدا، انا مش شخص بيقرا كتير، فاللي هيسمع الريفيوز بتاعتي يعني انا بقرا جديده، فيعني الريفيوز بتاعتي هتبقى قريبه من الحد اللي هيقرا الكتاب ده من اول مره، فاهمين قصدي؟ يعني انا يعني انتم مش محتاجين عشان تبداوا تقروا انكم تبقوا بتقروا كتير، يعني انتوا عادي ابداوا عادي، مش محتاجه تبقى حاجه كده، فاهمين قصدي؟ لان في ناس تبقى عايزه تقرا وانتوا اللي ماليش في القرايه وبتاع وكده، لا عادي ابداوا، والموضوع عادي، الموضوع مش زي ما انتوا خايفين، بالعكس ده ممكن يكون احلى كمان من شويه افلام، مع ان الافلام بتبقى اسهل انكم تتفرجوا، بس القرايه بتخليكم تتخيلوا بقى الموضوع بيبقى احلى بكتير. ودلوقتي هكلمكم عن ذا شاينينج، مش هحرق لكم القصه. بصوا يا جماعه، اللي شاف الفيلم، لا محدش شاف الفيلم، ايه العبط اللي انا بقوله ده؟ هكلمكم الاول عن فيلم ذا شاينينج. انا مش حاطه البوستر هنا بتاع ذا شاينينج لان يعني انا بحب الفيلم، بس مش درجه ان انا احط البوستر بتاعه على الحيطه بتاعتي القرف ده. الفيلم بتاع ذا شاينينج بطولة جاك نيكلسون، ده ممثل مشهور قوي. انا هقول لكم كل حاجه عن الفيلم. هو هنا يا جماعه القصه مش حد بيتكلم، يعني مش حد بيحكي، هو في راوي وهو اللي بيحكي الاحداث، مش زي الكتب التانية اللي هم او ممكن في كتب كتير كده، بس عامه الكتب اللي مؤخرا بنقراها بيبقى في واحد او المين كاركتر هو اللي بيحكي، بس هنا لا، هنا مفيش مين كاركتر بيحكي. ستيفن كينج بقى اللي هو كاتب القصه بيغير الاسلوب، يعني مثلا لو جاك هو اللي بيحكي بيبقى الاسلوب كانه دماغ جاك، او لو داني الطفل هو اللي بيحكي، هو في طفل في القصه برضه، فهيبقى الاسلوب كأن داني هو اللي بيفكر، فاهمين قصدي؟ بيبقى من البوينت اوف فيو بتاعه الشخص ده. فمثلا جاك مثلا بيقول مش عارف ايه ماي وايف از مش عارف ايه بتتكلم كده، او داني بيقول ماي مامي اند ماي دادي مش عارف ايه كده، فاهمين قصدي؟ انا مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا، بس هو بيتكلم بيخليكم تحسوا ان انتوا بتفكروا او انتوا شايفين بدماغ الحد اللي بيتكلم عنه، فدي حاجه حلوه جدا. انا بحب كده قوي. القصه بقى بتتكلم عن ايه؟ هو جاك ده هو ومراته وابنه، مراته ويندي وابنه داني، هما الثلاثه، عشان هو عنده زي شغل كده المفروض يعمل حاجه، يمسك الاوتيل ده، هو بيروح الاوتيل يقعد فيه هو ومراته وابنه عشان ياخدوا بالهم منه الاوتيل ده الاوفرلوك اوتيل، لسبب ما. انا مش بحب افتي لان انا مش مركزتش قوي في الحوار ده. الحاجات بقى اللي بتخوف في الاوتيل، لان اي اوتيل المفروض يكون بيخوف، ان غرفه 200 برضو كان في مسلسل جديد اسمه غرفة 207، بس ده مش غرفة 207، ده غرفة اعتقد 217، مفيش غير الرقم ده اصلا بيتكلموا عنه اهو 217. فغرفة 217 دي المفروض انها فيها حاجة كريبي قوي ومش عارف ايه، وهم خايفين منها وبتاع، فهم متحذرين من الأوضة دي. مين بقى اللي متحذر من الأوضة دي؟ داني الطفل اللي عنده 5 سنين. داني بقى اللي عنده 5 سنين عنده حاجة مختلفة جدا، بيعرف الأحداث من قبل ما تحصل، او بيعرف حاجات هو مش عارفها اصلا، بيعرف حاجات الناس بتفكر فيها، ودي حاجه اسمها ذا شاينينج، ده اسم الكتاب. بحب كده قوي. فقابل واحد كان في الاوتيل اوريدي اللي هو اسمه اسم مش مهم. ده الراجل ده هو كمان عنده ذا شاينينج، فهو قال لداني انت عندك حاجه اسمها ذا شاينينج ويشاين ومش عارف ايه وكده، وقال له ان ياخد باله من غرفه 217 لانه الناس اللي عندهم شاين ده، الناس دول ممكن الاوضه دي يشوفوا فيها حاجات وحشه، تمام؟ فبس فهو بقى جاك ده راجل مجنون،
عنده انجر ايشيوز وعنده مشاكل درينكينج وكده، وكل شويه بيتعصب ومش عارف ايه، وده بيبني معاه كتير قوي، وفي الاخر في الاخر بيطلع او بيتجنن من الاخر عليهم يعني. فهو بيبقى مجنون حرفيا، وانتوا هتعرفوا في الكتاب وانتوا بتقروا هو ليه اتجنن. ويندي دي بقى شخصيتها ضعيفه بالنسبه لي انا، لان انا فيمينست. شخصيتها ضعيفه جدا، ف تعتبر واحده ملهاش اي لازمه في الحياه، وفي نفس الوقت هي انا بسبورتها، فاهمني؟ فبس الكتاب interesting، في مشاهد فعلا بتخوف. في حاجه كمان، في الفيلم كان اسمه ايه داني ده الطفل بيكلم صباعه كده واحد اسمه توني، تمام؟ فتوني ده بيقعد يوريه حاجات ومش عارف ايه وكده، توني ده بقى المفروض ان هو صديقه الخيالي، بس بيطلع في الاخر بيوريه له حاجات وحشه عشان يحذره وبتاع. فدي حاجه برضو بتحصل، وهما اهله بيتعاملوا مع موضوع توني ده لانه هبل، بس هو اكشلي هو مش هبل، هو بجد. ف بجد الموضوع فان قوي، القصه انترستنج وبتخوف. انا بخاف، انا خفت، انا في فتره كنت موقفه الكتاب عشان كنت خايفه. فبجد يعني اللي عايز يشوف الفيلم الاول ويحرق لنفسه الحوار وبعدين يقرا الكتاب، يعني اصل ايه المتعه؟ اقروا الكتاب الاول وبعدين ابقوا شوفوا الفيلم، يعني الموضوع مش صعب. اللي عايز البي دي اف بتاع الكتاب يا جماعه هو معايا، انا جايبه الكتاب عشان يعني بقى قريت الكتاب، بس البي دي اف معايا. اللي عايز يبعت لي على الانستجرام وانا هبعت له البي دي اف، انا هفتح واشوف وهبعت لكم البي دي اف اللي عايز. انصحكم تقروا القصه دي، ولو عايزين نعمل شورتس عن بقيه القصص قولوا لي عشان تشوفوا برضو ريفيوز بتاعتي واقول لكم تقروها ولا لا، او ريكومندد ولا لا. انا كنور لو هدي ذا شاينينج ريتنج هديله مثلا 4.5 من 5. و بس كده يعني انا استمتعت جدا بالكتاب ده، مع ان هو رعب وانا اصلا ماليش في الرعب وبحب الرومانس اكتر، ويعني بس كده.